شهد إقليم بني ملال يوم الخميس حادثاً مأساوياً أودى بحياة شخصين إثر سقوط صخرة كبيرة على سيارة نفعية من نوع بيك اب، وذلك بدوار تيزغات التابع لجماعة بوت فردة أثناء عبورها أحد المقاطع الطرقية الجبلية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد انهارت الصخرة بشكل مفاجئ من منحدر صخري يجاور الطريق لتسقط مباشرة على الجزء الأمامي للمركبة عند منعرج يعرف بخطورته، ما تسبب في تهشم كبير لمقصورة السيارة وإصابة ركابها إصابات بليغة. وأسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة في عين المكان إلى جانب تلميذة تبلغ من العمر 16 سنة كانت على متنها، حيث حالت قوة الاصطدام وحجم الأضرار دون إنقاذهما. وعقب الحادث هرعت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى موقع الواقعة، حيث تم تأمين المنطقة وفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الحادث، فيما جرى نقل جثماني الضحيتين إلى مستودع الأموات.